هناك بعض المشاكل العصبية المتعلقة بالمثانة اللي ممكن تشكل خطر أو تهديد للكل. نسمي هذا الحالات اختلال الجهاز البولي السفلي العصبي عالي الخطورة، أو بلغة أبسط المثانة العصبية عالية الخطورة. بعض الأمثلة على هذا الحالات هي إصابة الحبل الشوكي، السنسنة المشقوقة، التشوهات الشرجية المستقيمية، وبعض الحالات المرتبطة الثانية. للأسف في بلدنا السنسنة المشقوقة وغيرها من التشوهات الخلقية في العمود الفقري تظل أكثر شيوعاً مما هي عليه في الدول الغربية لأسباب مختلفة. ما عندنا مكملات حمض الفوليك، ما عندنا فحص شامل لكل الحوامل للكشف عن الحالات العصبية، ولهذا السبب نسبة السنسنة المشقوقة أعلى بين السكان الهنود. إذا ما تم تقييم وعلاج هؤلاء الأطفال في الوقت المناسب ممكن يتضرر كلياتهم، وهذا يعتبر كارثة مضاعفة. طفل يولد بتشوه في العمود الفقري ممكن يؤثر على أطرافه السفلية ويمكن يخليه يحتاج كرسي متحرك. الآن عنده مشكلة كان بالإمكان تجنبها من الأساس، وهي تضرر الكل. لكن إذا تم تقييم وعلاج هؤلاء الأطفال في الوقت المناسب دائما ممكن أن نمنع تضرر الكل عندهم. بعض الأطفال المصابين بالسنسنة المشقوقة ممكن تتضرر كلياتهم بسرعة كبيرة حتى خلال أشهر أو سنة أو سنتين، ولهذا من المهم جدا نشرح للأهالي أن المثانة لازم تتفحص وتتعالج بأسرع وقت ممكن. عادة هذا المفروض يتم خلال أيام من عملية جراحة الحبل الشوكي لعلاج المشكلة الأساسية، وفي كثير من الحالات العلاج بيكون مدى الحياة. لكن طالما يتم التعامل معهم بشكل صحيح المفروض يكون بالإمكان تأهيلهم ويصيروا أعضاء فاعلين في المجتمع مع الحفاظ على صحة الكلى والجهاز البولي على المدى الطويل. هذا النوع من الرعاية يضمن إنهم ما يتسربش منهم البول أو البراز، ويحافظ على نظافتهم الشخصية، ووقتها يقدر يروح المدرسة ويتعامل مع أقرانهم، وكل هذا بيكون صعب لو عندهم مشاكل في التحكم بالبول أو البراز. ومع الإدارة الجيدة أغلب هؤلاء الأطفال يقدر يعيش عمر طبيعي ويتمتع بجودة حياة كويس.